مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكينج ويت صفاء. ورجعت لكم من جديد لحتى نحضر معمول السميد بحشوة التمر وبحشوة الراحة. خليكم معي لآخر الفيديو لحتى نحضرهم سوا. أول شي رح نحتاج 3 أكواب سميد ناعم ونضيف عليهم كوب سمنة، وبنبس السميد بالدسم لمدة 15 دقيقة. بعدها رح نغطيهم ونتركهم 24 ساعة، وتاني يوم نكمل باقي الخطوات. وهيك بنكون خلصنا. يفضل إنه خلال 24 ساعة كل كم ساعة تحركوها بالمعلقة أو بإيدكن وبترجعوا بتغطوها. وهلأ بعد ما مضى 24 ساعة من الوقت على السميد رح نضيف باقي المكونات. أول شي رح ضيف معلقتين كبار حليب بودرة، معلقة صغيرة محلب، معلقة وسط سكر، ورشة صغيرة ملح. بعدها رح ضيف 3/4 الكوب طحين وتلتين الكوب مي فاتر. وهلأ بنخلطهم كلهم مع بعض وبنعجن بطريقة الردم مثل طريقة عجن أي معمول بنساويه. نستمر بالعجن لحتى نحس إنه المواد الجافة تشربت كل السوائل وتماسكت العجينة تمام. شايفين كيف صارت العجينة ما أحلاها؟ هلأ رح أتركها بالبراد ساعة، بعدها رح طلع منها كميات صغيرة واشتغل فيها وهي باردة. لتحضير الحشوات راح ضفت لها فستق حلبي مبشور ومعلقة كبيرة سمنة. أما التمر ضفت له معلقتين سمنة وشوي من كبش القرنفل. هيك صاروا جاهزين. وهلأ بنشكل قطع المعمول وبنحشيها بالحشوة اللي بدنا إياها، وما ننسى نرش القالب بالطحين لحتى تطلع معنا القطعة بشكل أسرع. شايفين ما أحلاها؟ وهلأ لحشوة الراحة كمان ما ننسى نرش طحين بقلب القالب لحتى تطلع القطعة بسهولة. بنشوي المعمول بفرن مشغل من قبل فوق وتحت على درجة حرارة 180، وما ننسى نشغل من فوق لحتى ما نفقد رسمة المعمول. وهيك صاروا معمولاتي جاهزين. في أحلى من هيك؟ أكيد ما في. طعمتهم بتجنن وبدوب ذوبان بالتم. بنصحكم تجربوه وما رح تندموا أبدا، رح تدعولي كتير لأنه كتير طيب. إن شاء الله تكون معمولات اليوم نالت إعجابكم، وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا اللايك والشير، وانتظروني بوصفات جديدة، وكل عام وأنتم بخير.